واحدة جاية تشتكي وبتقول أنا نفسي أتكلم مع جوزي، على طول هو يا قاعد مع أصحابه يا ماسك الموبايل، نفسي أتكلم معاه. بقول لها طب أنت بتحكي له إيه؟ قالت لي أنا ما بتكلمش معاه غير في المشاكل. قلت لها طبعا، عايزاه يبقى عامل ازاي؟ اول خطوه لازم تعرفي طبيعه جوزك عامله ازاي. اساليه عن نفسه، اساليه عن يومه، عملت ايه النهارده يا حبيبي في الشغل. الرجاله نوعين، راجل تجرجريه في الكلام وراجل تفضلي تساليه عشان تطلعي الكلمه بالعافيه من بقه. عايزك اول ما يصحى من النوم اطمني عليه، اساليه عن نفسه، نمت كويس يا حبيبي؟ عرفت تنام؟ طيب انا حضرت لك كل حاجه وجهزت لك كل حاجه علشان تروح بالشغل، حضن كبير وبوسه كبيره ويلا مع السلامه. عايزك تكون انت الشلوت اللي يديله دفعه للامام. اوعي تطلبي منه حاجه بالنهار، خليها بالليل لما يجي، وخلي تملي الكلام يكون بالليل لوحدكم بعيد عن الموبايلات. وساعة الصفا اطلبي منه اللي انت عايزاه. وطول ما في ضحك في الحوار، الحوار هيتكرر، وكل ما هيكون في غم ونكد الحوار عمره ما هيتكرر. وفي وسط الحوار اشكريه وقولي له شكرا يا حبيبي. هيقول لك على ايه ولا على ايه؟ قولي له على كل حاجه حلوه انت بتعملها في حياتي، ولئن شكرتم لازيدنكم. وفي حاجه اسمها الحوار الصامت، ان انت بتتكلمي بافعالك. ما ينفعش يكون راجع من الشغل متضايق وتعبان وغضبان وتجري تقولي له الحق شوف عيالك عملوا ايه، شوف عيالك بهدلوا ايه. سيبيه لما يقعد ويرتاح ويشرب كوبايه الشاي اللي انت جبتها له على طول بعد الاكل اللي هو بيحبها، وبعدين لما يهدى احكي له. كده انت بتقولي له انا بحبك. ولازم تحط في اعتبارك ان الراجل ده مذلول في الشغل ومستحمل وطالع عينه وهو رقم 1000 في الشغل. كل ده عشان يكون بالنسبة لك انت رقم واحد في البيت، ويحقق لك كل طلباتك ويعيشك في عيشة تانية احسن من اللي انت عايشاها. والله في رجالة شغالة 3 شغلانات، كل دون علشان يلبي طلباتك، وعلشان لما تطلبي منه اي حاجة ما يقولكيش معيش. ونصيحة ليكي اللي جوزك عدى ال60، الفترة دي محتاجة اهتمام أكبر من الأول بكتير. فبالله عليكي بلاش أول ما تشوفي عيالك ترميه وتجري عليهم وتهتمي بيهم أكتر منه بكتير. وبالله عليكي بلاش تخشوا وتتودودوا مع بعض وتسيبيه قاعد لوحده بره، خليه يشارككم. ولما يجوا يسألوك على أي حاجة قول لهم اسألوا أبوكم، شوفوا رأي أبوك، علشان هو في الفترة دي محتاج منك حنان وحنية، ومحتاج منك كوباية الشاي ساعة الصبحية، ومحتاج ياكل منك لقمة هنية. فكرة هو بيحب يتكلم معاكي ويسمع منك كلام كتير، وبيحب يسمع منك كلمة حاضر، وبيحب يتكلم معاكي بجد. هو العشرة والعشم واكله. بلاش لما يقولك قومي هاتيلي كوباية مية تقولي له أنا تعبانة، وأول ما ابنك يخش عليكي تقومي جاري تعملي له حلة محشي. ما يصحش كده. وانت كمان لازم تعرف طبيعة المرأة. خلينا متفقين ان الست بتحب الكلمة الحلوة، بتحب الراجل المبتسم، بتحب الراجل اللي يسعدها، بتحب الراجل الهين اللين، بتحب الراجل يوم ما تتكلم تلاقي جوزها هو اللي بيسمعها. خلي بالك الست الوحيدة اللي تقدر تشوف نقطة الجمال اللي موجودة في جوزها، وهي الوحيدة اللي تقدر تشوف الطيبة والحنية اللي انت نفسك